صوابع البطاطس المقلية مفيش أحلى من كده. بصراحة وجبة جميلة وهتعجب أولادك جدا جدا فوق ما تتخيلي. تعالوا بينا نشوف الطريقة، وفعلا لما تعرفي الطريقة هتعمليها على طول. كل اللي هتعمليه احنا هنجيب بطاطس زي ما انتوا شايفين. انا هنا جبت بطاطستين كبار وسلقتهم زي ما انتوا شايفين سليق جامد جدا، عشان طبعا تبقى ناعمة عشان ههرسها. وبعد كده اصفيها من المية واحطها بقى في بولة كبيرة، وهبتدي ان انا اهرسها كويس جدا لغاية لما تبقى ناعمة في ايدك. بعد كده بقى احط عليها الاضافات بعد ما نعمت خالص. هبتدي ان انا لو عندي جبنه رومي، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، اي نوع جبنه عندك هتحطي حوالي نص كوبايه، وهتحطيها عليها وتقلبيها وهي سخنه كده عشان تسيح معاها. وبعد كده بعد ما حطيت الجبنة هبتدي ان انا بقى احط فلفل اسمر، معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر ومعلقة صغيرة من الكمون، وكمان معلقة صغيرة من الملح، بس تدوقيها لو احتاجت ملح تاني ممكن تزودي. وتقلبي بقى كله مع بعض. وبعد كده لو عندك اي خضرة ممكن تحطي، من انا حطيت عودين من الشبت وعودين من البقدونس، ورحت مقلبة كل دوت. كل حاجة بتحطيها بتقلبيها. وبعد كده بقى هنزل ببيضاية واحدة كفاية، وهتقلبيها كويس لغاية لما يعني ما تبانش خالص في البطاطس، وتقلبيه كويس جدا. بعد ما يندمج ويروح خالص البيضاية بتمتزج بالبطاطس، بتجيبي كوباية من البقسماط الناعم، لان هي دي اللي هتخليها تربط واحنا بنقليها ما تتفكش معايا. كوباية حلوة قوي مع البطاطستين اللي انا سلقتهم. وبعد كده حطيتها في التلاجة حوالي 10 دقايق. بعد كده جبت طاسة على النار وحطيت فيها زيت عشان هبتدي ان انا اقليها. وبعد ما طلعتها من التلاجة بدهن ايديا شوية زيت، وابتدي ان انا اعملها صوابع زي صوابع الكفتة بالظبط، بالسمك اللي انت عايزاه. عايزاه رفيع عايزاه تخين، فطبعا بس هو احسن ان هو يكون سميك شوية عشان تحس انك بتاكلي البطاطس كده تبقى جميلة. بس كده، وهتكملي المقدار على كده بالصوابع اللي انت عايزاها. في ناس بتكملها، انا هقليها كده، بس في ناس ممكن تحطها في بيض وبقسماط وتقليها، بس انا خليتها بس كده من غير لا بيض ولا بقسماط، هقليها زي ما هي. ولما الزيت بتاعي سخن نزلت بيهم، وهبتدي ان انا اقليهم. وطبعا ما تقلبهاش غير لما تحمر من الجهه. بص جربت واحده لقيتها احمرت، وبالراحه وبشويش كده خالص بتبتدي ان انت تقلبي واحده واحده عشان ما تتهريش معاكي، لان هي برضو طريه. بس زي ما قلت لكم، كوبايه البقسماط هي اللي هتمسكها كويس جدا. وبالمنظر اللي انتوا شايفينه ده سبتها لغايه لما احمرت من الاتجاهين، وكانت بالمنظر الجميل دوت. مش عايزه اقول لكم حلوه قوي باي صوص عندك تاكلي بيها البطاطس، وبصراحه مع حبه سلطه على فكره هي كده وجبه وخلاص. ايه رايكم في المنظر الجميل ده؟ مش عايزه اقول لكم الطعم حكايه. طعم الجبنة مع البطاطس والخضرة بصراحة كانت في منتهى الجمال. جربيها انتي كمان، وانا واثقة انها تعجب ولادك قوي وهياكلوها، وكمان هينبسطوا جدا بيها. وهي الطريقة سهلة ما فيهاش اي حاجة. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير للقناة عشان يوصلك كل جديد. باي باي.